اهلا. اليوم غادي نحكي لكم القصه ديالي اللي ما عمرني كنت كنظن انني غادي نعيشها. قصه فيها الخيانه والغدر والطمع، واللي صعيب انها جات من واحد الانسان اللي حليت ليه باب داري وبيدي. كنت ديما كنقول دير الخير تلقاه، ولكن لو وقع ليا علمني ان الثقه العاميه تقدر تهدم الحياه كامله. جبت خدامه لداري غير باش تعاوني، حيت كنت عيانه وما قدرتش نوفق ما بين الدار والخدمه. عاملتها بحال كانت اختي، وشاركتها اسرار داري، وحتى السوار ديال بيتي عطيتهم ليها وبلا ما نفكر. دازو ايام وبدا كل شيء كيتغير بطريقه ما فهمتهاش. راجلي ولا مغير، والهضره بيناتهم ولات كتر من اللازم، وحتى الشوفات ما بقاتش عاديه. كنت كنقنع راسي انني غير كنشك، وان ربيعه مستحيل تخون الثقه ديالي، ولكن الحقيقه كانت صعيبه وبزاف. نهار واحد رجعت لداري قبل الوقت، وما كنتش عارفه ان هذا النهار غادي يكون اخر نهار نعيش فيه مرتاحه. في ثواني قليله حياتي كلها تقلبات، وخسرت راجلي وداري وحتى كرامتي بسبب المراه اللي انا شخصيا دخلتها لبيتي. ولكن واش النهايه كانت كما بغاو هما، ولا القدر كان مخبي ليهم مفاجآت ما كانتش على البال؟ قبل ما نبداو، ما تنساوش تدعمونا بالاعجاب وتشاركوا في القناه اذا كنتوا اول مره كتفرجوا فينا، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وخلوا لي في التعليقات رايكم، واش الثقه الزايده نعمه ولا نقمه؟ ودابا نخليكم مع احداث هذه القصه اللي ما عمرها ما غادي تنساوها. سميتني ساره، مزوجه من ياسين، وكل واحد فينا كان خدام في شركه كبيره. الحمد لله كنا عايشين الحياه مستقره، وعندنا جوج وليدات صغار. ادم عنده 7 سنين، وسلمى. النهار كان كيبدا مع 6 ديال الصباح، كنوجد الفطور وكنوجد الدراري للمدرسه، ومنين كنمشي للخدمه ومن بعد كنمشي للخدمه ومنين كنرجع مع العشيه كيبدا الشغل ديال الدار، طياب، المراجعه مع الدراري، الشقه ديال الدار، حتى ولات صحتي كتدبل. ما بقيتش قادره نوفق ما بين خدمتي والمسؤوليه ديال الدار. واحد النهار قلت لياسين انا ما بقيتش قادره على هذا الشيء، بزاف عليا، ما حيلتي للدار، ما حيلتي للدراري، ما حيلتي للخدمه. خاصنا شي وحده اللي تعاوني ولا غادي نخرج من الخدمه، راه بزاف عليا، عييت. وافق مباشره وبدينا نسولو حتى لقيت واحد البنت سميتها ربيعه، جايه من العروبيه. قالوا عليها بنت الناس وظريفه وداخله سوق راسها، ومحتاجه بزاف الخدمه باش تعاون عائلتها. فاش دخلت لداري اول مره كانت لابسه واحد الجلابه اللي كانت بسيطه باين عليها الحشبه، وكتهضر غير بشويه. قالت لي الله يجازيك بالخير، الا لا غير اعطيني الخدمه وغادي تشوفي مني غير الخير. كلامها دخل قلبي وحسيت بيها وما اعتبرتهاش غير خدامه، بالعكس قلت ليها هذه دارك واعتبرينا بحال العائله ديالك. وما كنتش عارفه ان هذه الكلمه بالضبط غادي تندمني حياتي كامله. دازو سيمانات الاولين وربيعه كانت بالفعل كتشقى مزيان، ولا تقدر ديما نقيه والطياب ديالها كان بنين، وحتى الدراري تعلقوا بيها وبزاف، ولاو كيعيطوا عليها غير طاطا ربيعه. انا ارتحيت شويه وليت نقدر نركز بزاف على خدمتي. وياسين حتى هو كان ديما كيقول لي شوفي هذا القرار كان مزيان، راك وليتي مرتاحه. ولكن مع مرور الوقت بديت كنلاحظ التغييرات الصغيره وما عطيتهاش اهميه. ربيعه ولات كتلبس حوايج زوينين بزاف في الدار، وكتدير ريحه كل صباح. حتى في النهار اللي ما كانش غادي تخرج كنت كنقول يمكن غير كتبغي تكون نقيه. من جهه اخرى ياسين اللي ولا كيرجع للدار قبل مني، بالحكم ان خدمته كانت قريبه، وكل مره كنرجع كنلقاهم كيهضروا وكيضحكوا. ملي كندخل كيسكتوا، وانا كنقول غير يمكن كنقطع الهضره بيناتهم. نهار من النهارات وانا كنوجد الصابون لقيت القميجه ديال راجلي معلقه ومصلوحه بطريقه مختلفه. سولت ربيعه شكون صلحها، جاوبتني وهي كتبتسم. انا لا قلت نصلحو حيت انتي غتكوني عيانه.
ما عجبنيش الحال، ولكن بلعت ريقي وقلت ماشي مشكل، اصلا خدمتها هاديك. ولكن الاحساس اللي كان في قلبي بدا كيكبر نهار على نهار. الاحساس كيقول لي ان شي حاجه ماشي هي هاديك، وان هاد الثقه اللي عطيت الربيعه بلا حدود غادي تكلفني غالي بزاف. والمصيبه الكبيره كنت باقي ما بداتش. دازو ايام وانا كنحاول نقنع راسي ان هداك غير وسواس، وما بغيتش نظلم ربيعه، خصوصا انها كانت كتشقى قدام عيني، وما عمرها بينت لي شي تصرف خايب مباشره اللي كان كيخوف. ولكن واحد النهار كنت في الخدمه وتفكرت باللي نسيت ملف مهم في الدار، واستأذنت من المسؤول. خرجت باش نجيبو حيت الشركه ما كانتش بعيده بزاف. وصلت قدام الباب ديال الدار واستغربت، لقيت الطوموبيل ديال ياسين كاينه قدام الباب. قلت في بالي واش رجع حتى هو؟ ما يمكنش. دخلت للدار وغير بشويه بلا ما ندير الحس، حليت الباب بالساروت وبلا ما ندق، وما سمعت حتى صوت. طلعت للطابق الفوق وفجأة سمعت الضحك خارج من البيت ديال الجلوس. قربت بشوية وسمعت ربيعة كتقول مراتك دابا غتكون غارقة في الخدمة. وتبعها الصوت ديال ياسين هو كيضحك. في ديك اللحظة حسيت بقلبي هبط لرجليا. دخلت عليهم فجأة، أول ما شافوني تبدلت وجوههم وسكتوا بجوج. قلت لياسين وأنا كنحاول نمتسك راسي، شنو كديروا هنا؟ وعلاش كنتو كتضحكوا؟ غير شفتوني وانتم تسكتوا. ربيعة هبطت عيني على الأرض وياسين جاوب دغيا غير كنا كنهضروا، مالك داخله معصبه؟ ما لقيت حتى دليل باش نتهمهم، ولكن الاحساس ديالي تضاعف. من داك النهار وليت كنراقب كل حركه وكل كلمه وكل تصرف، وكنت متاكده ان الحقيقه الكبيره مازال مخبيه. ولكن ما كنتش عارفه ان ربيعه ما كانش كتقرب غير من راجلي، كانت كترسم خطه باش تاخد بلاصتي وتدمر حياتي. من داك النهار قررت نسكت وما نبين حتى حاجه لحتى واحد انني شاكه. قلت بيني وبين راسي الا واجهتهم دابا بلا دليل غادي يخلوني انا اللي غلطانه. وليت كنراقب كل شيء وبصمت. ربيعه تغيرت بزاف، ولات كدير شي تصرفات بحال الا هي مولات الدار، كتقرر شنو يطيب وشنو يتشرى. وحتى الدراري ولاو كيجيو يسولوها قبل ما يسولوني انا. والاكثر من هذا الشيء انها ولات كتعرف كل تفاصيل في حياتنا، كتسول ياسين على خدمته ولا المشاريع ديالو وحتى على المشاكل اللي بيناتنا، ولات كتكون عارفاها قبل من اي واحد. واحد النهار كنت كنوجد نخرج للخدمه، سمعتها كتهضر مع ياسين وكتقول لي الله يعاونك راك مزوج بوحده ما عندها حتى وقت ليك، الخدمه خدات منها كل شيء. ما كنتش باغيه نسمع، ولكن هاد الجمله بقات كترن ليا في ودني. ياسين ابتسم وقال ليها ايه الخدمه خدات منها كل شيء، واخده منها حتى الوقت كامل. حسيت الا بحال شي موس دخل في قلبي، ماشي حيت قالها ولكن حيت ما دافعش عليا. من داك النهار وليت كنرجع من الخدمه بكري كل ما قدرت باش نبقى مع ولادي وراجلي كتر. ولكن ربيعه كانت سابقاني، كانت كل نهار كتزيد تقرب من ياسين، وانا كنت غارقه ما بين الخدمه ومسؤوليه ديال الدار، وما كنتش عارفه ان هاد الخطه ديالها كانت كتكبر يوم على يوم، حتى وصلت المرحله ما بقاش كتخاف مني، ولات كتخاف غير لا تكشف. ما قدرتش نستحمل كتر وخفت تاخد لي راجلي. عيطت على ربيعه
وقلت لها قدام ياسين جمعي حوايجك ودابا تخرجي من داري. من هاد اللحظه ما بقيتش بغيت خدامه. حاولت تبكي وتمثل الدور ديال المظلومه، ولكن هاد المره ما خليتهاش تكمل حتى كلمه. خرجات وهي كتشوف فيا بنظره غريبه، وكأنها كتقول لي هاد الشي ما سالاش. كنت كنظن انني سديت الباب على المشكل، ولكن الحقيقه كانت العكس. بعد اسابيع لاحظت ان ياسين ولا كيخرج بزاف. بعض المرات كيقول عندي اجتماع، مره كيقول غادي نسافر على الخدمه، ومره كيرجع متاخر بالليل. وملي كنت كنسولو كيغضب وكيقول حبسي عليا هاد التحقيق. ولكن ما بقيتيش كتثقي فيا، وليت ساكته، ولكن قلبي ما مرتاحش. واحد النهار كنت خارجه من الشركه مع صاحبتي، وبالصدفه شفت ياسين فواحد القهوه. كان جالس وشكون اللي معاه ربيعه الخدامه. ما قدرتش نصدق عيني، هي ما بقاتش خدامه عندنا، ولكن العلاقه بيناتهم كانت مازال مستمره. ما مشيتش عندهم وما درت حتى ردة فعل. خرجت تليفوني وصورتهم من بعيد. من تما قررت انني ما غاديش نواجههم حتى نجمع كل الادله. قلت بيني وبين راسي الا بغيتوا تخربوا حياتي، انا غادي نخليكم توقعوا في الفخ اللي حفرتوا بيديكم. ابتسمت لاول مره منذ مده طويله، لانني ما بقيتش ضحيه اللي كتبكي. الاول مره انا اللي بديت كنحط الخطط ديال الانتقام ديالي. غادي يكون بالقانون وبالذكاء، حتى واحد منهم ما يقدرش يقول انني ظلمته. ولكن السؤال هو شنو كان السر الكبير اللي كان ياسين مخبي عليا، وإلا عرفتو غادي يقلب حياتنا كامله. من داك النهار ما بقيتش نواجه ياسين مباشره ولا كنوريه انني عرفت شي حاجه. بالعكس، وليت كنعاملو عادي وكنضحك معاه باش يحس انني ما شاكه في والو. اما انا فكنت كنراقب كل تحركاته. كل مره كيقول لي غادي الاجتماع كنت كنلاحظ انه كيمشي لنفس البلاصه، وربيعه كانت كتوصلو بعد دقائق قليله. وفهمت ان العلاقه بيناتهم ولات جديه، وما بقاتش غير لقاءات عابره. ولكن ما بغيتش ننتقم بغضب ولا بشي فضيحه. قلت الا غادي ندمرهم بالحقيقه ديالهم. بديت كنهتم بخدمتي بزاف وكتر، وجمعت جميع الوثائق اللي كتخص الاملاك ديالنا والحساباتنا، واستشرت مع المحاميه باش نعرف حقوقي وحقوق ديال ولادي الا وقع الطلاق. في نفس الوقت خليت ياسين يحس ان كل شيء عادي حتى هو يرتاح. ومن بعد وبدا كيصرف الفلوس بزاف على ربيعه، الكادوات، الحوايج، وكرا ليها بارتما باش تبقى قريبه منه. كنت عارفه ان كل خطوه كيديرها غادي تزيد تثبت الحقيقه. جا النهار اللي قلب كل شيء. ياسين دخل الدار وجلس قدامي وقال ساره خاصني نهضر معاك. ايوه هنا جاوبته وبكل هدوء وقتلو تفضل، ها انا كنسمعك. هنا هبط راسو وقال بغينا ولا بغيت نطلق منك. فديك اللحظه ما بكيتش وما غوطتش عليه، غير ابتسمت ابتسامه اللي كانت خفيفه، لانني كنت كنتسنى هاد اللحظه وكنتسناها من زمان. هنا هزيت واحد الملف اللي كان قدامي وقلت ليه قبل ما نهضروا في الطلاق خاصك تشوف شنو عندي. بقى ياسين كيشوف الملف ويقول لي شنو عندك. قلت له هاك شوفوا وديك الساعه تحكم.
ملي شاف الملف ملامحو تبدلات وقال لي بصوت اللي كان مرتبك: شنو هاد الشي؟ قلت لي بكل هدوء: هاد الشي؟ شنو هاد الشي في رأيك؟ هاد الشي الحقيقة، صور ورسائل، وكل مرة خرجتي فيها وكذبتي عليا. كنت نقدر نفضحكم من اول نهار، ولكن فضلت نصبر حتى جمعت كل شي. هاد الشي هنا بدا كيبرر: راه غير غلطة، هاد الشي ما كاين منه والو، عافاك سمحي ليا. قطعته وقلت: الغلطة كتبقى مرة واحدة ياك، اما الخيانة اللي دامت شهور فهي اختيار. سكت وما لقى ما يقول. بعد ايام وصلته الورقة ديال الطلاق، وهنا طلبت جميع حقوقي وحقوق ولادي، وبالحكم ان كل الادله اللي كانت عندي عليه كنت قلت ليه: الا بغيتي ندفع هذا الدوسي للمحكمه، الا ما بغيتيش ندفع هذا الدوسي للمحكمه، خاصك تكتب لي الدار في اسمي وكل شيء اللي عندك في اسمي، ولا غندفعو نشوهك وتعرف ان هذا الشيء فيه الخيانه، وتقدر تخرج من خدمتك وتشوه مع العائله وتدوزها حبس. انا ما خاسره والو. ايوا انا ما قدرش يرفض وقبل وكتب لي الدار وكل شيء، وخرج منها هو ما عنده والو، وما صدقش ان الخطه اللي داره ربيعه فشلات ليه. اما ربيعه مسكينه كانت كتحلم تولي هي مولاة الدار ومولاة الري والشوار، ولكن منين ولا ياسين مطلق وما بقى عنده نفس الفلوس اللي كانت عنده، بدات المشاكل بيناتهم، كل واحد كيلوم الاخر على اللي وقع. بعد اشهر سمعت بالصدفه انهم تفارقوا، حتى هما ربيعه خلاته وياسين بقى بوحده نادم على القرار اللي خداه. اما انا رجعت ركزت على داري ولادي وخدمتي، وتعلمت درس اللي كان كبير وما عمرني غادي ننساه: ماشي اي واحد كندخله لدارنا يستحق الثقه، خاصها يستحق الثقه ديالنا، والثقه خاصها تكون مع اللي حافظ عليها ماشي اللي استغلها. واليوم كلما كنشوف ولادي كيلعبوا قدامي كنحمد الله وكنشكره، لانه عوضني بالراحه والكرامه وخلى كل واحد يذوق النتيجه ديال الافعال ديالو. هنا سمعت باللي ربيعه وياسين تصالحوا ورجعوا لبعضياتهم، وداز عام على تلاقي منه وما طولوش بزاف حتى تزوجت بيه. كانت فرحانه وكتقول ديما للناس: واخيرا ديتو ولا ديالي. اما انا كنت مركزه غير على داري ولادي وخدمتي، ما بقيتش مهتمه بالاخبار ديالهم. ولكن السعاده ديالهم ما طولاتش. من بعد اشهر قليله بدا ياسين كيكتشف الوجه الحقيقي ديال ربيعه، ولات كتطلب منه الفلوس كل نهار وكتدخل في كل صغيره وكبيره وكتشكى من اي حاجه. الحب اللي كان بيناتهم تغير للمشاكل وللصداع من الصباح حتى الليل. ربيعه حتى هي ولات ديما كتقول: انا ما تزوجش باش نبقى نعيش هاد الحياه، بغيت اكثر من هاد الشيء. كل نهار خصومه وكل نهار سب وشتم، حتى ولا ياسين كيندم على اليوم اللي كيندم على النهار اللي عرفها فيه. نهار من النهارات قال ليها: انا خسرت مراتي وولادي غير على ودك، وفي الاخير حتى الراحه ما لقيتهاش معاك. ردت عليه ببروده وقالت: انا ما طلبتش منك طلق مراتك، القرار كان قرارك. هذه الجمله كانت بحال الصدمه ليه. لاول مره عرف ان المسؤول الاول على اللي وقع سببه هو. ما داز وقت طويل حتى وصلت المشاكل للمحكمه وطلقوا. خرج ياسين من المحكمه بوحده وخرجت ربيعه بوحدها، كل واحد شد طريقه وكل واحد خص الاخر. اما انا كنت كنشوف كل شيء من بعيد وحمدت الله وشكرته انني ما ضيعتش حياتي في الانتقام، وبنيت حياه جديده مع ولادي، وعرفت ان احسن رد على اللي ظلمك هو انك تعيش سعيد وتخليه يشوف بعينيه شنو خسر.
من بعد الطلاق ديالهم بدا كل واحد فيهم كيلوم الاخر. ياسين كان ديما كيقول ليها كل ما دخلتيش لحياتي كنت دابا مازال عايش مع ولادي، وهي كانت كترد عليه وكتقول لي واش انا جريتك من يدك، انت اللي خنتي مراتك معايا واختاريتيني. الكلمات ديالها كانت قاصحه ولكن كانت هي الحقيقه اللي ما قدرش ينكرها. دازت شهور وياسين حاول اكثر من مره يتصل بيا ويتواصل معايا، مره كيصيفط لي الرسائل ومره كيجي حتى لقدام الباب ديال الشركه باش يشوفني، ومره كيجي قدام الباب ديال الدار زعما كيدير السبب ولادو باش يشوفهم. ولكن كل مره كنت كنرفض نهضر معاه. حتى لواحد النهار وجا عندي وقال لي ساره عارف انني ظلمتك ولكن اعطيني فرصه وحده نصلح داكشي كامل. شفت فيه تواني وقلت ليه الفرصه عطيتها ليك وثقت فيك، ونهار دخلت ربيعه لداري واعتبرتها بحال اختي. اما دابا كل واحد يختار الطريق ديالو ويتحمل النتيجه. هبط راسو ومشى، هو عارف ان الباب اللي سدو بيه ان هاد الباب سدو بيديه وعمره ما غادي يتحل من جديد. رجعت للطوموبيل ديالي وانا كنبتسم، ماشي شماتة فيه ولكن لانني اخيرا حسيت انني تحررت من الماضي وديت حياه جديده مع ولادي، بلا كذوب وبلا خيانه وبلا ناس يستغلوا طيبه القلب ديالك. ومن داك النهار وليت كنآمن ان بعد النهايات المؤلمه هي الحقيقه ديال بدايات اجمل بكثير. هنا سالت القصه ديالي، تعلمت ان الثقه خاصها تكون مع اللي يستحقها، وان طيبه القلب ما خاصهاش توصل ديك الدرجه. خسرت راجل كنت كنظنه سندي ولكن ربحت نفسي وكرامتي وراحت بالي. اما ياسين فضيع اسره كانت كتحبه بصدق، واما ربيعه فما لقات لا سعاده ولا استقرار اللي كانت كتحلم بيهم، وكل واحد فيهم خلص الثمن ديال اختياراته. واليوم انا وولادي عايشين حياه هادئه، والحمد لله انه عوضني على كل دمعه بكيتها وكل ظلم تعرضت ليه. وكنقول لكل واحد كيتفرج فيا ما تخليش الخيانه الناس تكسرك، لان الله كيعوض الصابرين، وكل ظالم كيجي النهار ويشوف النتيجه ديال افعاله. الى عجبتكم القصه ما تنسوش تدعمونا بالاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وخلوا لي في التعليقات شنو كان اكثر موقف اثر فيكم. نتلاقى في قصه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.